السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنتوا تعرفوا إن شم النسيم مش مجرد فسيخ ورنجة؟ وإن في معلومات غلط كتير جدا عنه إحنا مصدقينها من سنين؟ في الفيديو ده هقول لكم الحقيقة الكاملة. شم النسيم من أقدم الأعياد في العالم، وبيرجع للمصريين القدماء، وكان اسمه شمو، ومعناه بداية الحياة أو بعث الطبيعة، وكانوا بيحتفلوا بيه وقت الربيع لما الدنيا بتزهر. ومع الوقت الاسم اتحول لشم النسيم عشان الناس بتخرج في اليوم ده تشم الهواء النقي. والمصريين القدماء كانوا بيعملوا حاجات شبهنا جدا، بيخرجوا للمتنزهات ويقعدوا مع العيلة وياكلوا كمان أكلات معينة، زي البيض اللي كان رمز للحياة، والفسيخ كان رمز للخير والرزق، والبصل لطرد الأمراض. يعني أغلب العادات اللي بنعملها دلوقتي أصلها فرعوني. أما بقى عن المفاهيم الغلط اللي اتربينا عليها، إن شم النسيم عيد ديني، الحقيقة إنه عيد شعبي مصري قديم كل الناس بتحتفل بيه. تاني حاجة إن لازم ناكل فسيخ، الحقيقة مش شرط خالص، ممكن نحتفل بأي أكلة تانية إحنا بنحبها. خلي بالكوا، تلوين البيض مش مجرد لعب، دي الحقيقة إنه بيرمز للحياة الجديدة. وأخيرا بقى، لو هتاكلوا فسيخ أو رنجة خلي بالكم من الحاجات دي، اشتري من مكان مضمون، والريحة تكون طبيعية مش نفاذة، واللون ما يكونش غامق قوي، وياريت الأطفال ما تاكلش منه. دلوقتي قولولي بتحبوا ايه أكتر في شم النسيم، الفسيخ ولا الخروجات؟ وما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك.